شوف لما توفرت العدالة التحكيمية نادي الزمالك عرفنا حجمه الحقيقي. نادي الزمالك ظهر على حجمه الحقيقي لما توفرت العدالة التحكيمية في الدوري المصري. اسم على مسمى أمين عمر. أمين عمر تواجدت معاه العدالة التحكيمية. شوف هو ده الزمالك. الاتحاد السكندري حرفيا فرط في فوز سهل جدا. وينش شال كوره من على خط المرمى. نادي الزمالك حرفيا مش موجود، ناصر منسي مش موجود، دكه مش موجوده. ده الفريق اللي هينافس على دوري ابطال افريقيا في الموسم الحالي، اللي كان بيتمنى انه يقابل برشلونه مكان النادي الاهلي. ده الفريق اللي المفروض ينافس على بطوله الدوري في الموسم الحالي. ده الفريق اللي جماهير نادي الزمالك علنا روشه بيه. حرفيا ما وصلش الملعب. الاتحاد السكندري تحس ان هي كانت بتشفق على لعيبه نادي الزمالك، مش عايزه تكسب الزمالك. ما تعرفش الاتحاد السكندري ضيع فوز سهل جدا على منافس سهل جدا. شوف هو ده حجم الزمالك الحقيقي حرفيا لما بتتوفر العداله التحكيميه، لما ما بيكونش فيه احتواء تحكيمي، لما ما بيحصلش اي شيء او اي تلاعب في المباراه. هو ده الزمالك. مش عايز بقى اي مشجع زملكاوي يطلع يقول ان انا افضل نادي في قاره افريقيا. بدايه القصيده تعادل امام الاتحاد السكندري، وعايز تنافس. كانش محصل الاسماعيلي في الموسم الحالي، يبقى انا مش هقول لك ما فهمش كوره، لا. نادي الزمالك فضل ماشي على نفس هذا المعدل، نادي الزمالك هيهبط للدرجه الثانيه. وانا وانت والايام ما بيننا. خلي بقى الكابتن خالد الغندوري يركز مع النادي الاهلي، ويطلع بعدها يعتذر ويطلع اشاعات على عموته ويعتذر، ويسيب نادي الزمالك غرقان.